بنتكلم على حاجة مهمة جدا اللي هو علاقة الأكل وبقائه في المعدة. الأكل بيقعد في المعدة قد إيه؟ الأكل بيقعد في المعدة قد إيه؟ أنا دلوقتي شربت حاجة سخنة، شربت ينسون، شربت حلبة، شربت نعناع، ما دام سائل بس ما بيقعدش نص ساعة ويتصرف. طب لو كلت معاه نشويات، يعني مثلا لقمة حاف مثلا أو كذا، أو نشويات معلقتين رز من غير أي حاجة، نشويات فقط، ما بتقعدش في المعدة ساعتين. ليه؟ لأنه لا يوجد هضم للنشويات في المعدة. طب افرض إن أنا بقى أكلت رز مع مكرونة مع حتة لحمة صغيرة مثلا، يعني أكل خفيف كده، سوتيه خضار خفيف، لو كان الأكل كمية قليلة مش هيكمل 3-4 ساعات وهيتصرف، ولو كان كمية كبيرة يقعد من 4 ل 6. طيب افرض ان انا بقى اكلت مكرونه بالبشاميل ومسقعه ومسبك ودهنه وكلت حته الدهن، ده بقى يقعد من 8 ل 12 ساعه في المعده ما يصرفش. عرفت بقى الاكل بيقعد في المعده قد ايه؟ يبقى لو انت بقى عاوز تاكل اكل سريع، يبقى اكل مسلوق خفيف كده، نايف ني جميل طعمه لذيذ، مشوي كده، وحته بروتين صغيره، اي بروتين صغيره، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. إذا أنت زودت في الأكل ياخد وقت كبير قوي على بال ما يتهضم. طيب أنا كلت أهو، وكلت كمية قليلة، ونحن قوم لا ناكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. يعني لا نشبع، يعني في عز الأكل وأنا نفسي آكل كده أقول لا والله لازم أقوم. ليه؟ عشان بحب ربنا. طب أقوم وأنا جعان؟ أيوه. امتلأت المعدة نامت الفكرة، المعدة اتملت، دماغي هيريح. أذيبوا طعامكم بذكر الله فامشوا في مناكبها وكلوا. أنا دلوقتي اتعشيت، ما ينفعش اتعشى وانام. لا تاكلوا الطعام وتناموا عليه فتقسوا قلوبكم، كده هيجي لي اثيروسكليروزس، يعني الاوعيه بتاعه القلب هتتملي دهن وتترسب حواليها فتسدني القلب، اقوم مخنوق. الاكل هيطبق على مراوح قلبي هيخنقني. وفي ناس بقى عندها كرش كبير فتبقى قاعده وعماله تتنفس مش قادره تتنفس، وفي ناس بتنام قاعده من كتر الاكل. ليه كده؟ ليه بتعذب نفسك؟ ليه وتعذب اللي حواليك؟ ما علينا، المهم ان احنا لا ناكل وننام. لا تأكلوا الطعام وتناموا عليه، تصابوا بفشل قلبي وعضلة القلب تقف. امال نعمل ايه؟ اذيبوه بذكر الله، يعني نقعد نذكر ربنا، نتكلم كذا كذا. بالمناسبة تلاوة القرآن والذكر بتستهلك قدر كبير قوي من الأكل. يعني أنا لو قاعد أقرأ قرآن ساعة أقدر أهضم نص الأكل ده. ليه؟ لأن المخ بياخد 30-40% من الطاقة اللي حضرتك عملتها، فتقريبا أنا خلصت. عشان كده إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، كل الاول، كل وبعدين قوم صلي واقرا قران وسبح وتمشى شويه، لكن ما ينفعش اكل وانام. طب اذا غلبني النوم، لا ما ينفعش بقى اكل زبديايه بسيطه، ثمره فاكهه وسمي الله وانام، ولما اصحى براحتي ابقى اكل. لا تاكلوا الطعام وتناموا عليه، يبقى ما ينفعش انام بعد الاكل مباشره، وما ينفعش استحمى بعد الاكل مباشره. يعني انا عايز استحمى الاول وبعدين اطلع اكل، لكن ما ينفعش اكل واشبع واخش الحمام، ما ينفعش كده، المعده تاخد رطوبه، ارجع اسهل. يبقى مهم جدا جدا ان ما ينفعش اكل وانام، وما ينفعش اكل واستحمى، ما ينفعش اقعد اكل واشرب. يعني في ناس لقمه وبق ميه، ولقمه وبق ميه، وبص تلاقي يعني ومعاه بتاع قد كده، ويا ريت بيشرب زي الناس. المفروض ان انا بشرب مصا، يعني بشرب كده مصا شفطا. اشربوا الماء مصا ولا تعبوه عبا. اذا نحن لا نشرب الا بالحدود اللي رسمها ربنا. ايه الترتيب انه وكلوا واشربوا. قال تعالى وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا. والرسول قال ايه؟ ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثلث لطعامي، انا اكلت تلت اكله بقى المعده تلتها، وثلث لشرابي، بعد ما اكلت سميت الله وشربت كوبايه ميه او شربت كوبايه حاجه، ده التلت الثاني. التلت الثالث انا سايبه فاضي فيه هواء في المعده، سايب هواء للمعده. ايوه، ليه؟ لان ضغط الهواء ده هو اللي يدفع الاكل. والمفروض الانسان العاقل الراشد عارف انه اول ما بيحصل اخراج بيبقى فيه غازات، وبعد ما يخلص الاخراج فيه غازات. انت كده انسان سليم. انما انت مش عارف يعني ايه اخراج، ولا غازات قبل ولا غازات بعد. يعني لا، عشان تتاكد ان انت اتبرزت كويس يبقى فيه غازات طلعت، وبعد ما تخرج الاخراج لازم فيه غازات تخرج. انت فاهم كده؟ يبقى انت انسان سليم. ما انتش فاهم؟ عرفت الهواء اللي في المعده لازمته ايه؟ عشان كده ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ان شاء الله نكمل في حلقه قادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.